اوعى تنسى دايما نصيحتنا ليك ان انت كمان لازم يكون عندك اراده التغيير من جوه نفسك. يعني انت اولا تسال الله الهدايه والتوفيق، ده لازم تساله. يعني اوعى تنسى الحكايه دي، لانك لو انت فاكر انك انت بحاجه تانية، يعني لو انت فاكر ان بفضلي انا او انا هقدر اساعدك، يا ابني كان نفع نفسه زي ما هو بيقولوا. انا لا انفعك، انا ما اقدرش انفعك في حاجه. على فكره تخيل، لا دنيا ولا اخره، وانما ربنا سبحانه وتعالى ان اراد النفع ان هو يحصل من خلالي، فربنا سبحانه وتعالى هيهيئ النفع ده من خلالي ويوصل لك. مش بس كده، انت نفسك على المستوى العام لازم تبقى عارف انت بتعمل ايه. هدفك لازم يكون واضح، خطواتك وتنظيمك لوقتك لازم يكون واضح. بطل شكوى حتى وان كان عندك مشكله. ما تقعدش تشتكي لده وتشتكي لده، لان هو في الاخر هيقول لك ايه؟ هيقول لك يا اما معلش، مش هيديك الحلول اللي هي الناريه. مفيش حاجه اسمها كبسوله النجاح ولا روشته النجاح، مفيش حاجه اسمها كده، والا كانت كل الناس نجحت واستخدمتها. وانما يا جماعه كل واحد فينا باذن الله ناجح بطريقته، وطريقته دي اللي ربنا سبحانه وتعالى هيهديك ليها. وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لو انت عايز تفهم الموضوع ده، وان تطيعوه تهتدوا. يعني انت لو اطعت ربنا هو هيهديك سبل النجاح في الدنيا وفي الاخره. فانت بعيد ليه؟ قرب لربنا سبحانه وتعالى. قربك ليه باذن الله هو اللي هيوفقك لكل شيء. هيحس ان انت مطمئن. سيبك بقى من الناس دعاة الحاجات السلبيه، لان احنا بنسمع سلبيات كتير. حتى احنا لما بننزل اي فيديو على اليوتيوب تلاقي ناس كاتبه لك معرفش كلام غريب. اوعى الكلام ده ياثر في نفسيتك. انا عن نفسي يجي واحد يقول لك ايه، يكتب لي كلام، خلاص يا عم احذف الكومنت ده او رد عليه رد بليغ لو عايز ترد. اما انت في النهايه ركز على هدفك، اشتغل، اجتهد. اوعى تكون فاكر ان المجهود مجهود يوم، المجهود عايز مثابره يوم واثنين وثلاثه وعشرة. واوعى تيأس وتستعجل الحصاد، تبقى انت عايز زي ما قلت لك تزرع النهارده وتحصد بكره. ده ما بيحصلش ابدا. بتزرع النهارده وتستنى سنين عشان تحصد. وإن ما حصدتش في الدنيا هتحصد في الآخرة، وإن ما حصدتش أنت هيحصد اللي بيجي من بعدك ويدعي لك على الزرعة الطيبة اللي أنت زرعتها. اوعى تنسى، اجتهد واشتغل زي ما احنا قلنا لك، ولا تنسانا من صالح دعائك. شوفكم دايما على خير. السلام عليكم ورحمة الله.